النهارده انا عند اطول لا اتقالت في التاريخ، برج القاهره. طب ايه حكايه برج القاهره ده وليه بقى اطول لا؟ برج القاهره اتبنى في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واستغرق بناؤه 5 سنين. ابتدى سنه 1956 وافتتح بشكل رسمي سنه 1961. برج القاهره اتبنى بفلوس بعتتها امريكا لمصر على سبيل دعم الدول الصديقه، بس ده كان الهدف الخفي. الهدف الحقيقي انها كانت رشوه لجمال عبد الناصر علشان يغير موقفه الداعم للقضيه الجزائريه ضد الاحتلال الفرنسي. في الفترة دي مصر كانت داعم قوي جدا لحركات التحرر في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فأمريكا كانت عايزة تسيطر على مصر وتحد من سياستها الخارجية عشان ما تأثرش على الدول العربية وتشجعهم في التحرر من الاحتلال الأجنبي. عبد الناصر كان فاهم الخطة بتاعت أمريكا دي كويس قوي، علشان كده راح واخد الفلوس منهم وبنى بيها برج القاهرة. قصة البرج ده حمادة، وتصميم البرج وشكله اللي انتوا شايفينه ده حمادة تاني خالص. اللي صمم البرج ده هو معماري ومصمم مصري من أصول لبنانية، نعوم شبيب. كان عايز يبعت كام رسالة للعالم كده. أولا برج القاهرة بيظهر الهوية المصرية قدام العالم كله، لأنه متصمم على شكل زهرة اللوتس اللي هي رمز الحضارة المصرية القديمة. ده غير أن برج القاهرة يعتبر أطول كتلة خرسانية موجودة في العالم لحد وقتنا هذا. ارتفاعه 187 متر، يعني أطول من الهرم الأكبر بحوالي 43 متر تقريبا. يعني اللي ما شافش يشوف. بتسمى هنا في مصر برج القاهرة، بس في أمريكا سموه شوكة عبد الناصر.